اهلا بيكم صديقاتي. هقول لكم النهارده عن سر من اسرار الزواج السعيد. هقول لكم فاكهة حياتك. هقول لك سر الخلطة السحرية اللي هتخليكي عند زوجك الشوكولاتة اللي بتحلي بقه، فنجان القهوة اللي بيعدل مزاجه. ها جاهزة؟ طب يلا بينا. الصفة دي هي اللي تخلي الزواج سعيد بجد، واللي عنده زوجة فيها الصفة دي بيتقال عليه زوج محظوظ بجد، وبيتمنى كل زوج ان زوجته يبقى فيها الصفة الجميلة دي، عشان لو الصفة دي موجودة فيكي بتغيري من جو البيت كله، بتغيري نفسية الراجل 180 درجة. الست او الزوجة المرحة الفرفوشة اللي بتعرف تصنع الضحكة جوا البيت مهما حصل من غم وزن ونكد طلبات كتير، تقدر تغير دفة الحديث على طول، تعدي الموقف بس بحلول وسطية لحد ما يراجعوا المشكلة مع بعض، بس في جو أهدى وبحلول قطعية. لما الزوج يهدى وهي كمان تهدى، بتعرف تضحك زوجها في وقت الغم، وبتعرف تروق له باله لو متنرفز، وبتعرف تخلي البسمة مرسومة على شفايفه طول الوقت. كتير من الأزواج بيشتكوا ويقولوا احنا ضغط الحياة والشغل، تعب الشغل مدى الضغوط والمشاكل والتركيز المطلوبة مننا في الشغل، مثلا استحمل كلمتين من المدير قالهم، طلبات من هنا وهنا، اروح البيت كمان الاقي ابو النكد مستنيني. اذا كان معاها حق او لا، بيني وبينكم ما هي ممكن تكون فعلا معاها حق ومنكدة عليه من عمايله معاها، لكن برضو مش وهو راجع من الشغل عنده ضغوط طول اليوم. يكمل الزوج ويقول بس هي على طول زعلانة وضربالنا البوز، وانا مين يخفف عني؟ يقول ماشي، انا الراجل وعليا القوامة، بس بجد ببقى مخنوق وبحاول اراضيها بكل الطرق، بس هي مش بترضى. انا محتاجة اروح بيتي الاقي فيه سكن، فيه هدوء، الاقي في بيتي انه هادي، يشوف فيه احتياجاته، يلاقي زوجة تسعده وتريحه، الاقي زوجة مستنياني. الراجل بيقول انا مش حابب من حكاية الزواج غير بس ارجع البيت الاقي مراتي بتستقبلني بابتسامة، احس انها فرحت برجوعي ليها، ريحتها حلوة، البيت نضيف مترتب، اشوف في عينيها اشتياقها ليا. بعد كده نبقى نشوف المشاكل ونحلها، بس بجد انا اتمنى اني اشوف ده في زوجتي وفي بيتي قبل ما اموت، لاني فعلا انا ميت حي. ده كلام زوج حقيقي على فكرة. تخيلي انتي كده ان كل ده جواه ومش قادر يبوح بيه. شطارتك انتي بقى تعرفي امتى تتكلمي وامتى تفتحي موضوع وامتى تفرحي زوجك، وانتي دايما تكوني فرفوشة كلك دلع ومنغنشة كده ومريحة، شكلك حلو وريحتك حلوة وريحة بيتك حلو ومترتب ونضيف، ولادك شكلهم يفرح. كوني الزوجة المرحة المبتسمة الطيبة النظيفة الجميلة الدلوعة الفرفوشة، وانتي هتتحبي وهتكوني عنده قرة العين ومنية الفؤاد. ودلوقتي جينا لنهاية الحلقة، ومتنسوش اشتراككم في القناة واللايك وكلمة حلوة في التعليقات تشجعوني بيها. واشوفكم على خير مع كارمن. السلام عليكم.